ايس كريم بالفراولة وبالبرتقال وبالموز وبالليمون وبالفانيليا. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة البنت وامها. النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة بتنفع في الصيف وتحلي بقكم. هعمل لكم الايس كريم بنكهات حلوة كتير. المكونات الاساسية لبن او مية وسكر وكمان كريم شانتيه. ممكن نضيف كمان فواكه او عصير بطعم النكهة اللي انت عايزاها، وقوالب نحط فيها الايس كريم، او ممكن كمان نحطه في علبة تلاجة. الايس كريم اللذيذ يا اما نستخدم كوباية مية متلجة يا كوباية لبن ساقعة. وكمان الفواكه عندي مغسولة ومتقطعة وحطها في الفريزر متجمدة. اول حاجة هجيب كوباية لبن احطها في الخلاط. هجيب 3 معالق سكر بودر. هضيف معلقتين كريم شانتيه وهنزل بالموز المتقطع. وبكده عملت اول حاجة ايس كريم الموز، حطيته في علبة تلاجة وهشيله في الفريزر 4 ساعات. نص كيلو فراولة غسلاه ومقطعاه ومجمداه في الفريزر. ايه رأيكم في ايس كريم الفراولة؟ واصب الخليط في قالب تلاجة. ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد، وارفعه في الفريزر 4 ساعات. دلوقتي هعمل ايس كريم برتقال. قطعت البرتقانة واحطها في الخلاط وهحط كوباية مية متلجة و3 معالق سكر بودر ومعلقتين كريم شانتيه. هضربهم في الخلاط واصب ايس كريم البرتقال في علبة تلاجة واحطه في الفريزر برضو 4 ساعات. ايه رأيكم في ايس كريم الموز وايس كريم البرتقال وايس كريم الفراولة؟ دلوقتي هعمل ايس كريم الليمون. قطعت الليمون انصاص كده بقشره واحطه في الخلاط واحط عليه كوبايه ميه و3 معالق سكر بودر ومعلقتين كريم شانتيه او 3 حسب الرغبه، واصفيه حلو بالمصفى. ايه رايكم في ايس كريم الليمون؟ دلوقتي هعمل ايس كريم الفانيليا. هحط في الخلاط كوبايه لبن وكيس فانيليا و3 معالق سكر ومعلقتين كريم شانتيه وهضربهم في الخلاط. ايه رأيكم في ايس كريم الفانيليا؟ جبت قالب شوكولاتة عايزة اسيحه. جبت برطمان فيه مية دافية. هنزل قطع الشوكولاتة دي اللي انا حطاها في كيس في البرطمان اللي فيه مية سخنة عشان تسيح. 5 دقايق وهتديني احلى صوص شوكولاتة. الشوكولاتة ساحت اهوت. هجيب قوالب الايس كريم احط فيها شوكولاتة اوزعها كده على الجوانب، برتقان وموز وفراولة. وهضيف كمان ايس كريم بالفانيليا وهضيف مكسرات اقفلها كويس. هضيف كمان ايس كريم بالليمون وهمسح اي زيادات كده. وهضيف طعم الفراولة كمان عشان الاولاد بيحبوه.
واحط له مكسرات كمان وهقفل كويس. ايه رأيكم في الايس كريم بالبرتقال والفراولة والموز وكمان الليمون؟ ايه رأيكم؟ هحطه في التلاجة 4 ساعات، هيجمد ويبقى احلى ايس كريم في الدنيا، سهل ولذيذ ورخيص ونضيف، وعاملاه على ايدك وانتي مطمنة. ايه رأيكم في الايس كريم بتاعي ب6 نكهات؟ وممكن كمان نحط قطع بسكوت هنا في الايس كريم، وممكن كمان نرش على وشه مكسرات. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الايس كريم بالشوكولاتة؟ ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.